بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد والمسلك الحميد إن عيشة بنت المعلم خلت حسان يسلم، عشمته إنه بعد الجواز هيبقى الكل في الكل، أشيته معدن وحالته فل. طبعا ما هي بنت صاحب جراج وعربيات، مش زي أنصاف اللي بتكمل عشاها سكات. يعني ساب الفقيرة اللي بيحبها عشان يتجوز الغنية اللي تشبه جوز عمها؟ صحيح، صدق المثل اللي قال يا خسارة اللي يبيع المحبة ويشتري المال. ما هو كان متهيأله إنها هتكبش وتديله، إنما يا ويله. تعال بقى نسمع أنصاف عملت إيه، هو ده المهم يا بيه. هي بقت كده يا حسان؟ وانا اللي فاكراك شاريني؟ كان عندي استعداد ادفع عمري كله علشانك، تيجي عند اول ملف وتحدفني بطول دراعك عشان اعيش او فلوس ابوها. مالك يا بنت متولي؟ هتفضلي ضربة بوس كده لحد امتى؟ سيبني في حالي يابا، انا مش ناقصه هم ابوس ايدك. كل ده عشان الواد الخايب اللي اسمه حسان؟ حسان؟ ايه فاكراني خامة ومش واخد بالي؟ وكان معلقك في حبال هواه الدايبة. عيب، ده انا اسناني اتخلعت من الدنيا وبلاويها يا بت. بس والنعمة على عينيا يابا، كل اللي كان بينا يا دوب. عارف يا بت، انت بنت ابوك. اما الولد اللي اسمه حسان ده بقى فخليه يتهنى بعيشة ومالها. بس ده هيجي الجراج وهيبقى الدراع اليمين للحاج رزق، وده معناه يا بنتي ان ما بقالناش لقمة عيش هنا. انا مرضلكش انه يبقى وشه في وشك طول النهار. طب وهنعمل ايه يابا؟ هناكل منين؟ الرزاق موجود يا بيت، ما تقلقيش انت خالص، واللي يعمله ربنا هو اللي يكون يا انصاف. حسان، انت يا حسان، يلا يا اخويا قوم، ده اذان الظهر قرب جدا. ايه يا عيشة، بتفتح الشباك بالمنظر ده كده ليه؟ امال افتحه بانه منظر؟ قوم يا اخويا شوف اكل عيشك، ولا هتفضل قاعد جنبي كده في البيت للظهر؟ روح اعمل لي فطار على بال ما اتشطف والبس هدوم. فطار ايه اللي هتقعد تفطره؟ البس وانزل من البيت يلا، خليه يتهوى. وعشان ما تقولش اني مقصرة معاك هعمل لك كوباية شاي. قوم بقى من السرير، دي نومة الراجل في البيت تجيب الفقر. قالوا انا اللي كنت فاكر لما هتجوز عيشة هبقى صاحب الهلمة دي كلها. اتاريني بقيت شغال عندها بلقمتي، ويا ريت عاجب. دي انصاف كانت برقبتك يا عيشة. اعملي 2 قهوة مظبوط ومعاهم 3 شاي ميزة يا انصاف. حاضر يابا. اعملي لي فنجان قهوة يا انصاف. المعلم رزق. اهلا يا معلم، مش قادر اقول لك اتفضل، النصبة اللي باكل منها عيش مش قد المقام. انت خليت لي مقامة متولي، بقى تاخد في وشك وتسيب الجراج يا راجل طيب. ما هو ما بقاش ينفع افضل قاعد يا معلم، وانت فاهم الفولة. بلا فولة بلا فلافل بقى. الطلبات يابا. روح واد الطلبات بتاعت الزباين بتوعك دول، وانا قاعد جنب انصاف على بال ما تيجي. روح شوف اكل عيشك ولينا كلام لما ترجع. كان المعلم رزق ناوي على نية، باختصار عاوز يتجوز البنية، إنما جوازة دكاكيني في السر يا حبة عيدي. وايه اللي يجبره على كده؟ خايف من بنته المستأسدة؟ في الأول والآخر هو المعلم، ومحدش يقدر يلوك معاه ولا يتكلم. ده كلام السباع يا غضنفر، إنما عيشة ممكن تخلي إنها رهبر. أي نعم هو المعلم والكل في الكل، بس بنته مسيطرة زي الفل. وبرضه ما ننكرش إن فكرة الراجل فكرة خطيرة، دي العروسة صغيرة وهو عظمة كبيرة. عندك حق بكل تأكيد، اسمع اللي حصل وخد المفيد. المعلم رزق عاوز يتجوزني؟ تخيلي
الراجل خلاص مخه فوت. وقلت له ايه يابا؟ هقول له ايه يعني؟ عاوز يتجوزك في السر من ورا بنته وجوزها. كتيم يعني. بذمتك ده كلام يترد عليه؟ انا هروح سريري يا انصاف، حين ما هدوت للنهار وعاوز انام. نوم العوافي يابا. انت تاني؟ الو؟ ايوه حسان، عاوز ايه؟ اسمعيني بس يا انصاف، اديني فرصة دافع عن نفسي. يا عم لا تدافع ولا تهاجم، الماتش ده كله ما يلزمنيش. طب عشان خاطري انا مش طالب منك غير ان اشوفك مرة واحدة واتكلم معاكي، وبعدها اعملي اللي انت عايزاه. ماشي يا اسطى حسن، ولا يهمك. ريح انت بكرة وانا هاخد الطرف ده بدالك. مع السلامة. ده حسن الغياتي عاوز ناخد طرف بكرة بداله. حسن الغياتي؟ وماله يا اخويا، الناس لبعضها برضك. وانت مش هتدخل الحمام؟ ده انا هجهزهولك زي ما طلبت مني. تشكري يا عيشة. ايه، هتدخل الحمام بالموبايل ده ولا ايه؟ ها؟ لا برضو ده ينفع؟ قال ادخل الحمام بالموبايل؟ قال لا طبعا لا. وريني بقى كنت بتكلم مين يا مفتح؟ مين؟ انصاف؟ هي لسه عشمانة فيك بنت متولي دي؟ جابته لنفسها مقصوفة الرقبة. شوية يا انصاف يا بنتي. الله، خلينا نقضي طلبات الاستباحة بتاعت البياعين. حاضر يابا، هو انا يعني اقوى من النار؟ الله، بص كده، مش اللي جاية هناك دي عيشة بنت المعلم رزق؟ ومين الستات اللي سحباهم في ديلها دول؟ هي يابا. يا ترى ايه اللي هدفع على السوق؟ انت يا بت متولي، انت يا بت. الله، وليه كده بس يا ست عيشة؟ ليه الدخلة دي؟ وسع انت يا متولي. الله، وسع قلت، عشان تشوف بقى الدخلة اللي على اصولها. وروها يا نسوان. ايه ده؟ مين هي عيشة بنت المعلم رزق السوهاجي؟ ايه ده؟ يا لهوي يا لهوي يا خرابي يا لهوي! هي بقت كده يا دنيا عشان فقيرة وغلبانة، أتهان ويتمحي بكرامة الأرض، ومفيش حد يجرني من ظلم عيشة، واللي أجرتهم يهلوني. خلاص بقى يا انصاف، انفضي عن كتافك يا بنتي. مش قادرة يابا، مش قادرة، أنا اتهنت واتبهدلت في السوق. أجيب لك الخلاصة، إحنا من صباحية ربنا نسيب اسكندرية كلها ونقصد باب كريمة على مصر، وإحنا لينا هنا إيه يعني؟ الأبعديات يعني؟ لا لا يابا، وبعونك يا رب حقي هاخده، وهتشوف يابا. هزت المرارة في قلب إنصاف وقاست من وجع لا يسمع ولا يتشاف. ما هي الكرامة لما تتهان الانتقام لازم يظهر ويبان. تقصدي هتنتقم من عيشة؟ طب هتسلط عليها قلب الأسد ولا حبيشة؟ حصل إيه يا ترى؟ بس وحياة السيد الوالد بلاش أفورة. طب تفتكر انت بخيالك هتعمل ايه؟ جاوب يا بيه. ممكن تأجر بلطجية هي كمان أو تخطف منها حسان. لا يا مولاي، اسمع بنفسك الحكاية. وانا علشان غلبانة ومن الكسرة يتعامل فيا كده يا سيد الناس؟ يرضيك بنتك الست عيشة تأذيني كده؟ لا طبعا ما يرضنيش يا انصاف، ولعلمك انا هفهمها غلط. لا تفهمها ولا تجيب لها سيرتي اني جيت لك، انا بس حبيت افضفض لك اللي في قلبي. ده انت مقامك عندي كبير قوي. وهو انا لو ليا مقام مش كان يجيني رد؟
بخصوص الموضوع اللي كلمت فيه ابوكي. يا خبر، هو ما حكالكش على اللي حصل؟ وهو ايه اللي حصل؟ قلت له موافق بس هو مرضاش. ايه؟ قلت لي موافقه وهو مرضاش ليه بس؟ قال ايه؟ له شوية طلبات صغيرين يأمن بيهم مستقبلي. ما هي الجوازة الكتمي دي لا مؤاخذة ممكن تنهيها بكلمة يا معلم، وساعتها بقى طلباتك ايه يا انصاف وانا رقبتي سداده؟ انا ماليش طلبات يا سيدي الناس، ابويا هو اللي عاوز يطمن عليا. يؤمر وانا نفذ. ها تحبي نكتب الكتاب امتى يا عسل؟ اتجوزت أنصاف المعلم الكبير وخلته يكتب لها حاجات كتير، شقة وعربية ورصيد محترم، ولأنه معلم فزود الكرم. الراجل الكبارة وقع يا ولداه، لا حول ولا قوة إلا بالله. ويا ترى الجوازة فضلت مدارية ولا بقت علنية؟ فضلت في السر شهر و2 لحد ما أنصاف بقت حامل في جنين، وشوف تصاريف القدر ازاي، كان الجنين ولد يا مولاي. هوبا كده الولد يقش بكل ضربة زي الفل. وكان لازم رزق يعلن عن الجواز، وتم ده بسرعة وإنجاز، وبقت أنصاف أم الواد الصغنون. وكادت عيشة وحسات وجابت فيهم جون، قدرت تجيد عيشة وتجيب دغها. شفت الستات ودماغها مولاي.